كام؟ هقول له الساعه 6. طيب الدقيقه الساعه 6 وربع، الثانيه 30. بص بقى لما ادوس انتر، بص يا ساتر ايه اللي بيحصل ده بقى. اللي بيحصل ما تعملش بس الحوار ده كتير، ده انفينيتي لوب انفينيتي لوب يعني. والله يعني تخيل كده الحاج يدخل عليك وانت فاتح الموضوع ده، فهيحس ايه؟ هيحس نفسك هاكر كده صح؟ شكلها حلو والله، انا حاسس ان انا عايز اسيبها اكتر. ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل بس اللي احنا عايزين ندوس ستوب قبل ما ايه، قبل ما الكمبيوتر يولع. فهندوس على علامة الباسكت دي يحذف لنا التيرمينال ده كله. مشروع بسيط، هنخلي المستخدم يدخل الساعة، وليكن دلوقتي الساعة 10، وبعد كده الساعة 10 وكام يعني، الدقيقة كام، فهقول له الساعة 10 وتلت. طيب الثانية كام؟ هقول له الثانية 30. فهيظهر لي بالشكل ده 10 20، أو هيظهر لي كديجيتال كلوك، وبتفضل تعد، وكل لما الثواني دي توصل ل59 فالدقيقة دي تبقى 21. فده اللي هنعمله النهاردة بإذن الله، وكل حاجة تبقى سهلة وبسيطة. بس الأول ازيكم شباب، يا رب تكونوا بخير. أنا أحمد عادل ودي قناة تعلم ببساطة. النهاردة هنستخدم فيجوال ستوديو كود عشان هنستخدم مكتبة. المكتبة دي مش هتشتغل على أي أونلاين كومبايلر موجود، فلو أنت ما كنتش محمل فيجوال ستوديو كود أو معذبك في أخطاء أو أي حاجة صعبة بالنسبة لك، فموجود هنا فيديو على الشانل تقدر تشوفه الأول وتحمل فيجوال ستوديو كود، وكل حاجة تبقى سهلة وبسيطة بالنسبة لك. ولو ظهرت ليك مشاكل أو أي حاجة، ففي فيديو هيكون عن حل المشاكل بتاع فيجوال ستوديو كود نزل قريب جدا. فما تقلقش، روح حمل دلوقتي فيجوال ستوديو كود وتعالى. ولو انت كنت اوريدي محمله فخلاص الدنيا زي الفل. تعالى نبدا دلوقتي وازاي نعمل البروجكت على فيجوال ستوديو كود. كل اللي هنعمله، اللي انا دلوقتي على الديسكتوب، فانا عامل فولدر اسمه سي بلس بلس بروجكت. لو انت مش عامله خلاص مش لازم. هدوس على كليك يمين، وبعد كده هدوس على كلمه نو، وبعد كده هدوس على كلمه فولدر، واسمي الفولدر ده زي ما انا عاوز. فانا ممكن اسميه مثلا وليكن سي بلس بلس بروجكت بس كده، وبعد كده هحطه هنا دلوقتي. تمام، هدخل على السي بلس بلس بروجكت، وعايز بقى جوه الفولدر ده اعمل بروجكت تاني يكون على المشروع بتاعي، فهعمل برضو نو وبعد كده فولدر، وهقول له مثلا وليكن ديجيتال كلوك. حلو، 100 100 وزي الفل. بس كده اقفل بقى الفولدر ده وتعالى نفتح فيجوال ستوديو كود. فانا بدخل هنا على السيرش وببحث عن فيجوال ستوديو كود، فيجوال ستوديو كود، فهيظهر لي بالشكل ده، فهدوس عليه. فهو هيظهر لك بالشكل ده. سيبك انت من الحوارات دي كلها وتعالى هنا عند كلمة فايل. بعد ما تيجي عند كلمة فايل هتيجي عند كلمة اوبن فولدر. هدوس على كلمة اوبن فولدر واشوف بقى انا كنت عامل الموضوع ده فين، او الفولدرز اللي هو اسمه ديجيتال كلوك انا كنت حاطه فين. انا كنت حاطه عندي في الديسكتوب، فهاجي عند كلمة الديسكتوب، وبعد كده هاجي عند كلمة سي بلس بلس بروجكت وادوس عليها مرتين، واجي عند كلمة ديجيتال كلوك. ده بقى اللي انا الفولدر اللي فعلا عاوز افتحه، فهدوس عليه كليكه واحده، وبعد كده اقول له سيلكت فولدر، او تدوس عليه كليكتين او مرتين يعني وهيفتح معاك. بس انا هدوس على كلمه سيلكت فولدر، فهو هيفتح معاك بالشكل ده. هتقول له هنا ماشي يس، وبعد كده هتيجي عند كلمه ديجيتال كلوك. لو الخانه دي اصلا ما اتفتحتش فاحنا هنا في الاكسبلورر، اللي هو ايه، اللي هو العلامتين اللي صفحتين زي يعني فوق بعض دول، فهدوس عليها. فانا دلوقتي في الفولدر اللي اسمه ديجيتال كلوك. عايز اعمل بقى نو فايل، او عايز اعمل فايل جديد او ملف جديد، فهنا في كلمة اللي هي أول علامة دي، لو أنا سبت الماوس عليها كده فهتلاقي كلمة نو فايل أو فايل جديد ظهر لك، فهدوس عليها. سميه أي اسم بس لازم يكون دوت سي بلس بلس عشان الكومبايلر أو عشان الملف ده يكون بامتداد سي بلس بلس. فأنا هسميه مثلا وليكن مين. أنت ممكن تسميه حاجة، أنا ممكن أسميه عشان أنت ترتاح مثلا، أنا هسميه أحمد. هقول له أحمد دوت سي بلس بلس. بس الافضل انك انت تسميه على حسب الحاجه اللي انت هتعملها. مثلا وليكن احنا هنعمل ديجيتال كلوك صح، فاقول له مثلا وليكن ديجيتال او كلوك دوت سي بلس بلس دوت سي بلس بلس، وبعد كده لو دوست كليك هنا في اي حته هتلاقيه ظهر لك على طول. حلو، عاوزين بقى نقفل الاكسبلورر ده، فممكن ادوس على كنترول بي، او ممكن ادوس عليه كده. لو انا دوست على كنترول بي هيفتحه او هيقفله. تمام، انا بدوس كده على كنترول بي. هزوم كده شويه وهبدا بقى اكتب ايه، هكتب المكتبه بتاعتنا اللي هي include io stream، وبعد كده using namespace std، وبعد كده هعمل له الفانكشن اللي هي اسمها main، والدنيا زي الفل. حلو، 100 100 وتمام. طيب دلوقتي انا عاوز اعمل ايه اصلا؟ انا عاوز اخلي المستخدم، لو انت شايف في اول الفيديو او لو انت شفت في اول الفيديو، اللي احنا هنخلي المستخدم يدخل 3 ارقام. اول حاجه الاورز او الساعه، وبعد كده المينتس الدقيقه، وبعد كده السكند او الثانيه. فانا دلوقتي محتاج ان انا 3 متغيرات. المشروع جدا سهل وبسيط، فما تقلقش من اي حاجه. دلوقتي انا هعمل 3 متغيرات. طب هنعملهم فين يا عم احمد؟ هنعملهم في الانت مين عادي جدا. طيب من نوع ايه؟ والله الاورز والمينت والسكند دولت عباره عن ارقام صحيحه، فاكيد هخليها من نوع انتجر. فهقول له انتجر اورز
ايكوال صفر كقيمه اوليه. بس قبل ما نكتب المتغيرات احنا ممكن نعمل لنا كومنت كده ونقول له والله دي الفاريبلز، عشان لو عاوز تعرف اي متغير تاني فاقدر اكتبه تحت الفاريبلز دي. ده ليا. طيب تاني متغير المينت، فهقول له انتجر مينت او min وبعد كده بيساوي الصفر كقيمه اوليه برضو. طيب عندك السكند، فهقول له انتجر sec او تقدر تكتب سكند، بس انا هكتب sec وبعد كده هقول له الصفر. تمام حلو. انت خلصت الفاريبلز. خد الكومنت ده كنترول سي او تاخده كوبي، كليك يمين وبعد كده هتيجي هنا عند كلمه كوبي او كنترول سي وريح دماغك، وبعد كده كنترول في عشان تعمل له بيست او ان هو انك انت تحطه هنا. طيب هقول له هنا بقى مش الفاريبلز بقى، لا هقول له اند اوف فاريبلز، يعني دي نهايه الفاريبلز. والله انا بقى لو تهت في البرنامج وعاوز اعرف متغير تاني، فانا هطلع انا عايز اعرف متغير فهعرفه هنا، فهقول له مثلا يكون فلوت معرفش ايه، سترينج معرفش ايه، فده بقى خانه الايه، خانه الفاريبل. طيب انا عاوز اخلي المستخدم يدخل القيم، يعني يدخل الساعه والثانيه والدقيقه. فهقول له اول حاجه، مش احنا عاوزين نخليه يدخل حاجه او يدخل قيمه، هساله هقول له والله يا باشا دخل لي معلش الاورز، الساعه كام دلوقتي او الساعه دلوقتي حاليا. وبعد كده هدوس على شيفت كاف يفتح لي الكولون دي عشان ايه، عشان الدنيا تبقى حلوه يعني. وبعد كده سيمي كولون. طيب بعد السي اوت اورز اقول له ايه، اقول له سي ان اورز، دخل لي بقى الاورز اهو الاورز. حلو. هكذا هنعمل مع المينت وهنعمل مع السكند. طيب عشان ما افضلش اكتب كتير فانا هاخد الكلام ده كده كوبي، كنترول سي، علمت على السي اوت والسي ان بالجزء ده كله، كنترول في فظهر لك على طول. هنغير بدل الاورز هنخليها ايه، هنخليها مينت، وهنا هنخلي المتغير مينت اللي هو min. طيب لسه فاضل لنا ايه، لسه فاضل لنا السكند، فهدوس كنترول في تاني بس نظبطها الاول، نمسح الكلام ده كده، وبعد كده بدل الاورز هقول له ايه، هقول له السكند، وبعد كده هقول له السكند sec. حلو. طيب انت لو كنت اتفرجت على الفيديو اللي هو بتاع تحميل فيجوال ستوديو فهتلاقيني، عشان طبعا انا كنت بشرح تحميل فيجوال ستوديو ما كنتش بشرح كسي بلس بلس يعني، فلو انت جيت دوست ران فهو مش هتقدر اصلا تدخل حاجه بالسي ان. ليه؟ عشان هيظهر لك في الاوتبوت. يعني انا كده لو جيت دوست ران، بس اول حاجه لازم تدوس كنترول اس او انك انت تسيف الجزء ده، فبتدوس كنترول اس بس كده. اول حاجه عاوزين نعملها ان احنا برضو نعمل اوتو سيف. يعني ايه؟ يعني نخلي السيف ده بدل ما انا افضل ادوس كنترول اس بعد كل حاجه انا هغيرها او هكتبها فيكون اوتوماتيك. طيب نعملها ازاي؟ احنا بندخل على السيتنج. طيب السيتنج دي فين؟ هتلاقي فيه في الجزء ده كده حاجه الترس، يعني ترس كده، لو انا دوست عليه فهتلاقي السيتنج. طب عاوز تريح دماغك وتعرف اختصار حلو، بتدوس على كنترول واو، فلما بتدوس على كنترول واو على طول اوتوماتيك بيفتح لك السيتنج. طيب انت عاوز تعمل ايه؟ انا عاوز اعمل اوتو سيف، فهكتب اوتو سيف، اوتو يعني اوتوماتيك يعني حاجه اوتوماتيكيه، وسيف يعني حفظ. فهيقول لي هنا الاوتو سيف هو هيظهر لك هنا، يعني هيكون هنا موجود اوف، بس انت خليها ايه، خليها افتر ديلي وبس كده. ده اللي انت محتاجه، مش محتاج اي حاجه تاني. تقفل السيتنج، تقفل السيتنج كده، احنا عملنا اوتو سيف اوتوماتيك. لما انا اجي ادوس رن كده فهو هيظهر لك في الاوتبوت. بص هو ظهر لك الاورز بس انا معرفش، مش عارف ادخل حاجه، يعني انا عمال اكتب اهو مش راضي يدخل حاجه. طيب نعمل ايه؟ احنا عشان نستخدم السي ان فاحنا بنستخدمها في التيرمينال، اللي هو الجزء ده اللي هو انا اقدر ادخل القيم في التيرمينال. طيب اعملها ازاي؟ ادخل على السيتنج، فكرني كده ادخل عليها ازاي. والله يا عم احمد بتدخل على الترس ده. طب مش في عندك اختصار؟ عندي اختصار اللي هو ايه، اللي هو كنترول واو. طيب انت عاوز تعمل ايه؟ انا عاوز اشغل الحاجه في التيرمينال، فهقول له رن يعني شغل لي الحاجه ان ايه بقى، ان تيرمينال TERMINAL. فانا لو ظهر لي الجزء ده او لو كتبت الجزء ده هنزل كده شويه 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 لحد ما الاقي كود رانر رن ان ايه، رن تيرمينال، اعلم عليها صح. لو انا جيت علمت عليها صح، عايز اقفل السيتنج بدوس علامه الاكس دي وبقفلها كده. دخلت فين؟ دخلت في الملف اللي اسمه clock.c++. لما انا اجي ادوس رن، طبعا انا بدوس رن ازاي اصلا؟ انا بدوس على السهم اللي تحت ده وبقول له ران كود، او تقدر تدوس على علامه البلاي دي او علامه التشغيل دي، بس انا ادوس على السهم اللي تحت ده وبعد كده ادوس على ران كود. لو قال لك كلمه ذا كود از اوريدي راننج، عايز افتح التيرمينال اصلا، بعلم عليه كده تحت من فوق كده واطلعه طلعه. طيب اعمل ايه عشان اقفل بقى الكود ده بما انه شغال؟ هو ليه اصلا شغال؟ عشان هو المفروض ان مستني انك انت هتدخل حاجه بالسي ان بس انت ما دخلتهاش، فهو اصلا البرنامج شغال فانت مش هتعرف تدوس عليه رن تاني. بعمل ايه بقى عشان اعمل ستوب يعني للبرنامج عشان اقدر اشغله تاني؟ فباجي هنا عند كلمه البلاي دي وبدوس كليك يمين، فهتلاقي كلمه هنا اسمها ستوب كود رن. لو انا جيت علمت عليها فهتلاقي ان العلامه دي شغاله اللي هو الجزء ده، لو دوست عليه كده يبقى انا كده قفلت البرنامج، كده قفلت عملت له ستوب يعني. فهاجي هنا عند السهم وادوس رانر كود فهيشتغل معايا. وبص بقى ظهر لي فين؟ ظهر لي في التيرمينال، مش ظهر لي في جزء الاوتبوت.
فهتلاقي هنا كلمه الاورز مستنيني ان انا ادخلها، فهقول له مثلا 10، هدوس انتر. المينت هقول له 20، الثانيه 54 مثلا. تمام، يبقى انا كده دخلت له ايه؟ دخلت له الثلاث متغيرات، الاورز والمينت والسكند. طيب انت يا عم احمد عاوز تعمل ايه؟ انا كل اللي عليا بعد ما دخلت له الساعه مثلا وليكن 10، وبعد كده الدقيقه او 10 وتلت، الثانيه مثلا 56، فايه اللي يحصل؟ يفضل بقى يعمل لي كده 10 20 كام؟ 57، 10 20 58، 10 20 59. بعد كده ايه بقى؟ 10 21. ما هو مش هيعد لحد الثانيه 60، ما هو بعد الثانيه 60 يبقى هو كده عمل ايه؟ كام؟ عمل كام دقيقه؟ دقيقه واحده. بعد كده كام؟ بعد كده صفر، يعني الثانيه صفر او الثانيه واحد. بعد كده 10 20 او 21 قصدي، وبعد كده الثانيه 2، وهكذا. ده اللي انا عاوز اعمله. طيب انا شايف في كلامك كده ان في وايل دي هتفضل متحققه، فانا هكتب له جمله وايل، وبعد كده هفتح البراكتس. ليه جمله وايل اصلا، او ليه استخدمنا جمله وايل؟ عشان احنا نستخدم التكرار، وانا عاوز اخلي الشرط على طول يفضل متحقق، انا عاوزه يفضل يعد. فبدل بقى ما اخلي شرط هنا اي حاجه، لا انا هقول له ان الشرط عباره عن شرو، اللي هو يفضل صح طول عمره مش هيتغير. انا دخلت كده في حاجه اسمها انفينيتي لوب، او لوب لا نهائيه، لان يعني الساعه دي هتفضل شغاله 10 20 21 وهكذا لحد الساعه 23، وبعد كده هترجع من الساعه 1 تاني، او الساعه 2 تاني، او الساعه 3 تاني. فوايل هتفضل شغاله. طيب في وايل بقى يا باشا انا عايز اقول له ايه؟ بص، انا دلوقتي عندي لما انا جيت دخلت كده 10 20 الساعه 10 وتلت في الدقيقه 53، فانا هنا بعمل ايه؟ انا عاوز بنبدا من الاخر. دي ايه؟ دي الثانيه، دي عدد الثواني، يعني هنا اور، وبعد كده minute، وبعد كده second. العشرة دي عبارة عن الساعة، الدقيقة 20، الثانية كام؟ الثانية 53. حلو، 100 100 وزي الفل. ايه اللي يحصل لو كانت الساعة 10 وبعد كده تلت، بعد كده 59؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ في حالة ان الثانية وصلت ل 59، اللي بيحصل اوتوماتيك ان الدقيقة هي اللي بتزيد، صح؟ مش الدقيقة بتزيد، بتبقى 21، وبعد كده الثانية ترجع لايه؟ ترجع لصفر تاني، وهكذا. طب افرض هنا وصلت 59، هتبقى ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل هتبقى 22، وبعد كده الثانية صفر، الدقيقة 22 والثانية صفر، صح؟ انا عاوز اقول له بقى يا باشا ايه؟ في حالة اف ان الثانية المتغير اللي اسمه سكند ماله اكبر من ال 59، وبعد كده بفتح الكيرلي براكتس وربك بيسهل بعد كده. ايه اللي بيحصل؟ يعني ايه الجزء ده بس معلش؟ يعني ايه في حالة ان الثانية اكبر من 59؟ هو هنا لو في الثانية اكبر من 59 ايه اللي بيحصل؟ الدقيقة بتزيد، صح؟ طب اشمعنى مش 58؟ ماشي والله، لو هما كانوا عملوا الدقيقة 59 ثانية كنت هقول لك هنا 58. ليه؟ ما هو عشان بقى بعد ال 58 خلاص احنا كبشر او كعلم رياضة اتفقنا ان الساعة عبارة عن الدقيقة 58 ثانية، فبعد 58 المفروض يعد دقيقة، فتبقى دي مثلا وليكن 23 وترجع هنا للصفر. لكن الدقيقة عندي كام؟ لا انا الدقيقة عندي 60 ثانية، فبعد ال 59 هو مش هيعد 60، هو مش هيكتب لك هنا 60. ليه؟ ما هو اصلا 60 ثانيه على دقيقه، فزود على عداد الدقائق كام؟ دقيقه واحده. طيب يبقى هقول له ايه في حاله ان الثانيه مالها اكبر من 59؟ يعني لو الثانيه وصلت لعدد اكبر من 59 اعمل ايه؟ زود لي على الدقيقه واحد. طب فين المتغير بتاع الدقيقه اللي هو مينت؟ بلس بلس. طيب وبعد كده رجع لي بقى الثواني للصفر، خلي الثانيه السكند بيساوي صفر. ده بالنسبه للثواني، صح؟ طيب بالنسبه للدقائق، الدقيقة برضو لو وصلت ل 59 ده معناه ايه؟ يعني مثلا وليكن احنا دلوقتي عندنا الساعة 10 59 دقيقة ومثلا وليكن 50 ثانية. مفروض ايه اللي يحصل؟ انا عايزك يعني تجاوب لي على السؤال ده. مفروض ايه اللي يحصل لو كان الجزء ده حصل كده؟ 10، انا همسح الجزء اللي فوق ده بس معلش، 10 59 59. قول لي الساعة تتغير ازاي؟ المفروض تبقى كام؟ والله انا عندي 59 ثانيه، يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى هو هيعد دقيقه، فتبقى دي كام؟ تبقى دي 60. بس هو مش هيكتب 10 60، امال هيكتب ايه؟ هيكتب ما هو 60 دقيقه المفروض معناها ايه؟ المفروض ساعه، فهيروح مزود على عداد الساعات كام؟ واحد، فتبقى كام؟ 11 ايه بقى؟ صفر صفر. شفت حلوه ازاي؟ اعمل ايه يعني في الموضوع ده؟ انا عايز اقول له برضو نفس الموضوع ده بس بالنسبه للدقايق. والله في حاله اف، طب ليه يا عم احمد ما عملتش إلس اف؟ لو انا جيت عملت إلس اف ده معناه ان لا، اصل إلس اف دي عباره عن ايه؟ او اف وإلس اف وإلس. لو اف وإلس اف وإلس ده معناه ان لو في حاله واحده بس اتحققت هو ملوش دعوه باي حاجه من الحالات التانية، خلاص هو حقق حاله واحده.
اذا كانت اف بقى او else اف او else. لكن دي جمله اف لوحدها ودي جمله اف لوحدها، يعني دي هتتحقق ودي هتتحقق، الاتنين مش مرتبطين ببعض، لا دي حاله لوحدها ودي حاله لوحدها، فانا عاوز الاتنين يحققوا. طيب عايز اقول له ايه في حاله ان الدقيقه مالها اكبر من 59، اعمل ايه يا عم احمد؟ زود على الاورز ساعه. طيب قول لي كده الخطوه الثانيه هعملها ازاي؟ خلي ايه اللي بزيرو؟ اخلي الدقيقه بقى بزيرو، ما هي مش كانت بزيرو هنا، خليها بزيرو عشان تبدا تعد من الاول تاني. حلو. طيب بالنسبه بقى يا باشا للساعات، الساعه طبعا عمرها ما توصل ل 24، فانا عايز اقول له والله اف تاني في حاله ان الاورز كانت اكبر من ال 23، خلي الاور بكام؟ خلي الاورز بزيرو. يبقى تاني كده اللي حصل ايه؟ عايزين بس الكلام ده نحطه في كومنت، بعلم عليه عشان انت لو هتفضل بقى تحط لي هنا سلاشين، لا علم عليه كله كده ودوس على كنترول علامه استفهام. كنترول علامه استفهام هتروح عامله لك ايه؟ هتروح عامله لك الكومنت اللي انت علمت عليه. طيب حلو قوي و100 100 وزي الفل. ده كله انا لسه في جمله وايل على فكره. بعد كده جمله وايل بعد جمل اف دي كلها انا عاوز اقول له ايه؟ انا عاوز بقى اظهر له الساعه، فاقول له سي اوت. عاوز اول حاجه تظهرها ايه؟ اظهرها الاورز، فهقول له اورز. بعد كده علامتين اصغر من بين علامتين تنصيص، هقول له الكولن دي عشان انا عايز الساعه تظهر كده 10 مثلا وليكن، بعد كده الكولن، بعد كده تظهر الدقيقه 20، بعد كده الثانيه مثلا 30. فالاورز اهي 10، الكولن اهي. طيب بعد كده ايه التاني حته دي؟ تاني حته المينت، فهقول له المينت. بعد كده الكولن بتاعتنا، بعد كده هقول له السكند، وبعد كده سيمي كولن. حلو 100 100 وزي الفل. طيب انا ما شفتش الثانيه بتزيد على فكره، يعني ماشي هو خلص الجمله دي، ايه اللي حصل؟ ان المستخدم دخل الاورز والمينت والسكند، فراح مدخلهم بكام يا باشا؟ راح مدخلهم 6 كاور، وبعد كده راح مدخل الساعه 6 وربع، وبعد كده الثانيه 30. يبقى انا عندي الساعه 6 الدقيقه ربع يعني او 15 والثانيه 30. فالسكند ماشي، هو والله انا قلت له في حاله ان السكند اكبر من 59 زود لي على الدقيقه ثانيه. طب انا عاوز الثواني تفضل تزيد، يعني ايه؟ ما هو انا لو فضلت كده انا عمر الثانيه ما هتزيد، انا اصلا ما فيش كود انا كاتبه ان بقول له ان الثانيه تزيد. هو مين اصلا اللي بيشغل الساعه؟ الثواني، ما اول حاجه بتشتغل الثواني، ان انا بفضل ازود بخلي دي 31، بعد كده 32، بعد كده 33، 34، 35، لما توصل ل 59 اعمل ايه؟ اخلي الثانيه بصفر، وبعد كده اخلي ايه؟ اخلي الدقيقه 16 او ازود عليها واحد. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بزود على الثواني واحد، بعد كده 2، بعد كده 3، بعد كده 4 وهكذا. طيب فين الكود بقى المسؤول عن زيادة الثواني دي؟ هحط بقى بعد السي اوت دي هقول له ان السكند بلس بلس زود لي على الثانية واحد. ده في جملة وايل. حلو قوي 100 100 وزي الفل. تعالى كده ندوس رن. فانا لما اجي هنا علامة اللي هي السهم اللي تحت ده واجي كده ادوس علامة رن كود، تعالى نشوف اللي هيحصل. هيقول لي اول حاجة ايه يا باشا؟ هيقول لي الاورز بكام؟ هقول له الساعة 6. طيب الدقيقة الساعة 6 وربع، الثانية 30. بص بقى لما ادوس انتر، بص يا ساتر ايه اللي بيحصل ده بقى؟ اللي بيحصل ما تعملش بس الحوار ده كتير، ده انفينيتي لوب انفينيتي لوب يعني، والله يعني تخيل كده الحاج يدخل عليك وانت فاتح الموضوع ده، فهيحس ايه؟ هيحس نفسك هاكر كده صح؟ شكلها حلو والله، انا حاسس ان انا عايز اسيبها اكتر. ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل بس اللي احنا عايزين ندوس ستوب قبل ما ايه؟ قبل ما الكمبيوتر يولع، فهندوس على علامه الباسكت دي يحذف لنا التيرمينال ده كله. تمام. طيب اللي حصل ايه؟ اللي حصل اللي هو فضل يكرر ده، والتيرمينال يعني دي ترو اصلا اللي هي صح، جمله وايل ده هتفضل تتحقق لحد ما لا نهايه، فهو هيفضل يطبع الساعه والدقيقه والثانيه لحد ما لا نهايه. انا عاوزه ماشي يفضل يطبعها لحد ما لا نهايه، بس انا عاوز الجزء الجديد او الحته الجديده بس هي اللي هتظهر لي. طيب اللي تظهر لي ازاي؟ ما هو الفكرة اللي هو هيطبع لي مثلا 10 20 30، بعد كده هيطبع لي كام؟ 10 20، بعد كده 31، مش صح؟ هو هيفضل بقى يطبع لي الجزء ده وهيطبع الجزء اللي قبليه، ما هو هيفضل يطبعها كده، هيفضل يطبعها كده، الثواني بتزيد. طيب انا عاوز اظهر بس الجزء الاخير ده اللي هو مثلا يكون الدقيقه 9 39، عاوز اظهر الجزء الاخير وامسح اللي باقي. امسحه ازاي؟ ده يا باشا بقى حاجه جديده هنتعلمها، وهي عباره عن فانكشن اسمها سيستم. طبعا انا هعملها في جمله وايل قبل يعني جمله اف دي، هقول له سيستم وبعد كده بفتح القوسين وبعد كده بدوس سيمي كولون، وجوه القوسين دي بقول له بين علامتين تنصيص كود اسمه سي ال سي. سي ال سي ده معناه ايه؟ ده معناه كلير سكرين، يعني انك انت تمسح الشاشه كل لفه، كل لفه هو هيلفها جمله وايل، كل لفه هي هتلفها هتمسح معاها ايه؟ هتمسح معاها السكرين. طيب يبقى انا لما اجي كده ادوس رن، انا هاجي ادوس رن كده هنمسح بس الجزء ده علامه الباسكت دي، واجي ادوس رن تاني هيقول لي ايه؟ هيقول لي دخل الساعه 10 وبعد كده التلت وبعد كده 15. لو تلاحظ اللي حصل
اللي حصل ان هو ظهر لي الساعه، بس تخيل، بس شايف الثواني عماله تزيد ازاي؟ يعني الثواني تزيد والدقايق تزيد، وده طبعا اكيد مش الساعه دي. طيب عشان نقلل الثواني دي نعملها ازاي؟ يعني نقلل السرعه دي نعملها ازاي؟ ففي بقى فانكشن تانية اسمها سليب. بعد ما انا قلت له زود لي الثواني في جمله وايل، هقول له انا عاوزك تعمل لي سليب. سليب لايه؟ سليب للترمينال. طيب وبعد كده بفتح القوسين وبعد كده السيمي كولون. الاس على فكره كابيتال مش سمول. سليب لايه؟ سليب للترمينال. يعني ايه؟ يعني بقول له بطأ الترمينال. طيب بحط جوه هنا رقم، اي رقم بقى. انا ممكن مثلا وليكن اخليه 500، بس هنا اصلا الجزء ده مش هيشتغل. ليه؟ عشان هو اللي عاوز المكتبه اللي اسمها ايه بقى؟ هطلع فوق خالص 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 واجي هنا اقول له انكلود. انا عايز استدعي مكتبه اسمها ايه بقى؟ اسمها ويندوز دوت اتش، ودي المكتبه اللي مش شغاله على اي اونلاين كومبايلر موجود على الانترنت. فانت مهما جيت كتبتها على اي اونلاين كومبايلر مش هتشتغل. فانا لما اجي ادوس ران، نمسح بس اللي بتاع ده بالباسكت دي، واجي ادوس ران تاني، اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل هيقول لي الاورز، هقول له الساعه، هقول له الساعه 4 ونص والدقيقه مثلا 50. فاللي حصل ايه؟ بص، بس الثواني على فكره على ما اظن برضو مش دي الزياده المعقوله. اعمل ايه يعني؟ اخليها وليكن 900 مثلا، اخليها 900. لما انا اجي ادوس ران برضو، نمسح الباسكت دي ونيجي ندوس ران تاني كده، اللي هيحصل ايه؟ هيقول لي، اقول له الساعة 5:20 20. كده 100. يبقى دي يا باشا ايه؟ دي الديجيتال الكلوك بتاعتنا. المشروع سهل جدا وبسيط. اتعلمنا فيه ايه؟ اتعلمنا فيه مكتبة اسمها ويندوز دوت اتش. هنستخدم على فكرة المكتبة دي في لعبة التعبان، فما تقلقش من اي حاجة يعني. واتعلمنا كمان اللي هو سيستم كلير سكرين، واتعلمنا ازاي نعمل ديجيتال كلوك. الكود ده هيكون موجود على موقع اتعلم ببساطة، وهيكون موجود له PDF برضو، هسيبهولك تحت في الديسكريبشن. فما تقلقش من اي حاجة، ويا رب تكون كل حاجة سهلة جدا وبسيطة بالنسبة لك. وان شاء الله اشوف فيديو جديد، وروق على نفسك كده.